السلام عليكم les investisseurs stratèges نتمنى أنكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة. اليوم غادي نهضروا على الفرق بين l'analyse fondamentale والanalyse technique وسيرتو غادي نحاولوا نشوفوا واحد لو gros débat اللي كاين بين الناس اللي كيدافعوا على l'analyse fondamentale وكيقولوا لك بلي l'analyse technique ça sert à rien، والعكس كاين اللي كيقول لك l'analyse technique هي اللي مزيانة والanalyse fondamentale ما مزياناش. بحال هذاك الجزار واحد الخضار اللي ديما كل واحد كيدافع على لو ميتي ديالو، واحد كيقول لك لا راه اللحم مزيانة فيها البروتينات والخضرا والفواكه عامرة بيستيسيد، والعكس الخضار كيقول لك عامرة هرمونات، بلي خصك تاكل الخضرا حيت فيها الفيتامينات وفيها منافع أكتر. في هذا الفيديو حنايا ما غاديش نكونوا مع لي فوندامونتاليست ولا مع الناس ديال الاناليز تكنيك، غادي نحاولوا نكونوا نوتر وغادي نكونوا اوفير ديسبري، وسيرتو غادي نوريكم انايا الاستراتيجيه ديالي ديال فلوس مانيا كيفاش كنحاول نكومبيني بين لي دو زيكول. دونك كيما كتشوفوا انا بالنسبه ليا كنستعمل لي دو ابروش، الاناليز تكنيك والاناليز فوندامونتال، وبالنسبه ليا خص ضروري لي دو باش انني ناخذ واحد لا ديسيزيون d'achat ديال شي أكسيون. دونك فوالا إلا ما كنتوش متبعين هاد لا فيديو هادي تبعوها، قناة سميتها فلوس مانيا، كنهضروا على الانفستيسمون لون تيرم، ما كنهضروش على التريدينغ. وكيما قلت لكم أنا كنستعمل لاناليز تكنيك وكنستعمل لاناليز فوندامونتال. دونك قبل ما نهضروا على كيفاش كنكومبيني لي 2 غادي نحاول دابور نهضر على أشنا هي لاناليز فوندامونتال، علاش كتنفع، وباغي لاناليز تكنيك علاش كتنفع. نبداو بالاناليز فوندامونتال. بالنسبه لي الاناليز فوندامونتال كتعطيك واحد المعلومه اشنو اللي يقدر تشريو، سا فو با دير انك غادي تشريها تو سويت، ولكن او موان كتعطيك واحد المعلومه اللي مهمه اللي هي لا سونتي فينونسيير. كتقول لك ها هما الشركات اللي مزيانين في هاد الاونه الاخيره. وباش تعرف لا سونتي فينونسيير دونك كناناليزيو جينيرالمون لي رابور انيوال ديال الشركات ولا لي كونت دو ريزولتا ولا البيلون كونطابل ديال الشركات. وفي هاد لي دوكيمون هادو غادي نلقاو كيلكو زانديكاتور كلي بحال لي بينيفيس، بحال الشيفر دافير، سكي بيرمي انك تكالكولي بزاف ديال المعلومات اخرين، باغ اكزومبل لو بي او ولا لا فالور انترانسيك ديال الشركه. دونك دابا غادي نشوفوا لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال لاناليز فوندامونتال. بالنسبه ليا واحد من لي meilleurs زافونتاج ديال l'analyse fondamentale هي la vision long terme. ملي كتكون واحد لونتربريز اللي فوندامونتالمون مزيانة كنقولوا بلي سي اون انتربريز لي سين لي رونتابل وسيرتو لي يقدر تصبر في اللون تيرم. دونك كيكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال دورابل، وما غاديش تأثر باللي كونكورون ديالها، بالعكس غادي تكون ديما أحسن من لي كونكورون وفي اللون تيرم، سيرتو في اللون تيرم. دونك هذا لافونتاج الأولاني. لافونتاج الثاني كتخلّيك تفهم لا فالور غيال ديال واحد الشركة، أشنو كدير، شنو هو البرودوي ديالها، واش البرودوي ديالها كيابورتي دو لا فالور، واش كتبيعو مزيان، واش كتجينيري بزاف ديال الchiffre d'affaires، وواش كدير surtout les bénéfices. وهاد les 2 paramètres الآخرين واش غاديين وكيطلعوا مع الوقت ولا لا. Donc ça, c'est très, très important. L'autre avantage هو l'indépendance على le bruit ديال les marchés وعلى les news. كيما كتعرفوا فوق كيكونوا les news، بزاف ديال les news على الشركات اللي كيكونوا positif ولا négatif. وإلا كانت une entreprise اللي مزيانة fondamentalement ما غاديش تأثر على le prix ديالها. وإلا كاع كان شي par exemple une crise كوفيد ولا شي حرب، الشركة يقدر تهبط واحد شوية ومن بعد تعاود تكمّل تطلع. دونك سي فريمون لافونتاج ديال تكون عندك واحد الشركة اللي فوندامونتالمون مزيانة. دونك لوطخ افونتاج هو مزيانة بالنسبة للناس اللي باغيين يربحوا لي ديفيدوند. دونك كيما كتعرفوا الشركات كيديستريبيو لي ديفيدوند كل عام ولا كل période. وإلا كانت الشركة فوندامونتالمون مزيانة هذا يعني بلي أنها لي ديفيدوند غادي يبقاو يدخلوك régulièrement و avec un bon taux. alors que إلا كانت شي شركة فوندامونتالمون ما مزياناش يقدر هاد العام هذا تعطيك distribuer لي ديفيدوند مزيانين دونك un bon pourcentage، ولكن العام الآخر إلا ما كانتش الشركة solide ودارت un bon chiffre d'affaires و les bénéfices يقدر ما تعطيش لي ديفيدوند. دونك هذا l'autre avantage. دابا نشوفوا les inconvénients. دونك les inconvénients بالنسبة ليا واللي مهم هو le timing، يعني الوقيتة إمتى غادي تشري هاديك لاكسيون. يقدر تكون شركة مزيانة فوندامونتالمون
ولكن le timing c'est pas encore le bon moment أنك تشريها. le prix كيبقى غادي وكيهبط وخصك تصبر. يعني pendant هاد la période ديال الهبوط راه الشركة مزيانة، ولكن ما كتعرفش exactement إمتى غادي تشريها. نعطي sur le papier mais sous-évalué ولا ignoré par rapport le marché. دونك هاد الشي هذا اللي شرحت كيكون بعض المرات temporaire وكيكون surtout irrationnel. الناس ما كيفهموش علاش واحد الشركة اللي fondamentalement مزيانة كطلع ولكن le prix ديالها كيهبط. وهنا غادي نعطيكم واحد l'exemple ديال Novo Nordisk. Novo Nordisk واحد الشركة اللي مزيانة، كنشوفوا هنايا باللي في هاد لو graphique اللي بالزرق هنايا سي des informations اللي لقينا في لي rapport ديال الشركة اللي هو لو chiffre d'affaires. دونك كيما كنشوفوا لو chiffre d'affaires ديالها غادي وكيطلع. دونك هنايا دارت par exemple دي chiffre d'affaires 150 مليار ديال الدولار، 65 مليار، 71 مليار. دونك سي فريمون انتريسون غادي وكيطلع. وهنايا عندنا لي bénéfices net ديال الشركة حتى هُما غاديين وكيطلع، وسيرتو كدير une bonne marge. par exemple هنايا بالنسبة للchiffre d'affaires 96 مليار ولي bénéfices 48 مليار، يعني presque 50% ديال les bénéfices par rapport للchiffre d'affaires. وهذا يعني بلي الشركة راه كدير une bonne marge. ولكن ملي كتجي تشوف حنايا داك الشي اللي مهم عندنا هو le prix ديال الشركة، حيت داك الشي اللي كنشريو كنشوفوا باللي لو بري ديالها من هاد لا بيريود هادي حتى لهاد لا بيريود خسرات 78%. وهذا بزاف بالنسبة لأن انفستيسور. نتايا إلا جيتي شريتي باغ إكزومبل في هاد لا بيريود هادي وخسرتي 60% صافي بوكو كوميم. دونك هنايا فين كنهضروا على لو تايمينغ. لاناليز فوندامونتال اوكي سي بيان كتعطيك واحد لانفورماسيون على الشركة واش مزيانة ولا لا، ولكن عمرها ما غادي تعطيك لو تايمينغ إمتى إكزاكتومون غادي تشري هاديك الشركة. دونك هنايا ميم بارابور لا فالور انترانسيك. إلا جينا نشوفو هنايا لا فالور انترانسيك هي هاد لا كورب هادي اللي كاينة بالكحل، وهنايا بالزرق عندنا لو بري ديال الشركة في البورصة. دونك كنشوفو باغ إكزومبل إلا جينا نشوفو في هاد لا بيريود هادي بين هنا وهنايا كنشوفو بلي الشركة الكوت إيماجين حنايا كنا هنايا بغينا نشريوها هنايا، كتجي كتشوف لا فالور انترانسيك ديالها طالع par rapport لو prix actuel. دونك بالنسبة لينا سي بون أفير أنك تشريها دابا، حيت جينيرالمون لي فوندامونتاليست اش كيقولوك ملي كتكون واحد الشركة لو prix ديالها أقل من لا فالور انترانسيك جينيرالمون لو prix غادي خصو يطلع باش يوصل ويقيس au moins يقيس هاديك لا فالور انترانسيك ويبقى غادي معاها. دونك ça c'est l'idéal. sauf que la réalité كتشوفوها هنايا le prix malgré que la valeur intrinsèque supérieure le prix بقى غادي وكيهبط وما عمرو ما طلع. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient majeur ديال l'analyse fondamentale. mais غادي نشوفوا باللي l'analyse technique هي فاش كنستعملوا l'analyse technique باش نتايميو l'achat ديال هاد l'entreprise. Donc l'autre inconvénient c'est la complexité ديال l'analyse fondamentale elle-même. دونك خصك فريمون تقرا البيلون كونطابل وتشوف كاع لي رابور وتشوف لي رابور annuel وجينيرالمون كتلقى بزاف ديال الصفاحي. سيرتو بالنسبة للشركات ديال المغرب ما كاينش اليوم ما كاينش شي سيت اللي كيغروبي وكيسامبليفي لك كاع هادوك لي ريزولتا كيدير لك une sorte de synthèse. pour l'instant ما كاينينش. كاينين بالنسبة للشركات أمريكية كاينين دي سيت اللي سبيسياليزي في هادشي هذا، ولكن بالنسبة للمغرب أنا pour l'instant ما عارفش. دونك إلا كنتي عارف شي سيت زوين اللي كيعطيك فريمون لي زانفورماسيون على l'analyse fondamentale ديال شي شركة ça m'intéresse. دونك هذا بالنسبة l'inconvénient التاني. l'inconvénient التالت وهو les données des fois trompeuses. كتجي كتلقى par exemple الإدارة ولا الCEO ولا الناس اللي خدامين في الشركة كيجيو بعض المرات كيماكيو لي chiffres كيغشوا في لي chiffres باش تبان الشركة راها مزيانة راها profitable، ولكن في la réalité الشركة راها ما مزياناش. donc voilà ça c'est l'autre inconvénient. دابا غادي نهضروا على l'analyse technique. دونك l'analyse technique بالنسبة لي كتعطيك واحد لانفورماسيون على إمتى غادي نشريو واحد لاكسيون ولا إمتى غادي نبيعو لاكسيون، وعمرها ما غادي تعطيك واش هاديك لونتربريز كتابورتي لا فالور في المجتمع، واش كتجينيري دي bénéfices، واش كتجينيري du chiffre d'affaires etc. ما كتعطيكش لانفورماسيون على لا سونتي ديال لونتربريز. باغ كونطخ كتعطيك لانفورماسيون على إمتى تشري وإمتى تبيع. كتاناليزي لي بري
Donc كيما كتعرفوا les graphiques c'est le prix l'évolution ديال le prix عبر الزمن. دونك كاين عندنا هنايا le temps وعندنا le prix. وكنشدّو هاد l'information هذا دونك le prix en fonction du temps كيعطينا واحد le graphique. وهداك le graphique كيترجم لينا كيعطينا واحد المعلومة على la psychologie ديال les intervenants. حيت كيما كتعرفوا ملي كيطلع le prix هذا يعني كوا يعني أن كاينين beaucoup plus d'acheteurs que les vendeurs. كاينين الناس اللي كيشريو كتر من الناس اللي كيبيعوا. وملي le prix كيهبط هذا يعني أن كاينين بزاف ديال لي فوندور كتر من لي زاشتور. دونك كتعطيك فريمون واحد لانفورماسيون على لا بسيكولوجي ديال لي زانترفونون. وهاد الشي كامل اترافير لي بري. وهاد الشي كامل الا بغيتو تعلموه مزيان وتفهموا فريمون لا بسيكولوجي كيفاش كتأثر وكيفاش نقدروا نستعملوا سيرتو هاد لانتربريتاسيون لصالحنا. ننصحكم أنكم تقراو هاد الكتب هادو اللي سميتو واحد الكتاب سميتو Psychologie des foules. هذا سي بلوس ماشي على le trading مي بصفة عامة بالنسبة للحياة اليومية ديالك. غادي تفهم باللي ملي كيكون لا فول غادا في واحد لا ديريكسيون الأغلبية ديال الناس كاملين حتى هما كيمشيو dans la même direction et cetera. دونك سي كتاب اللي فريمون مزيان بالنسبة للحياة اليومية وبالنسبة للinvestissement que ce soit la bourse ou le trading. ننصحك هاد الكتاب هذا Market Wizard اللي بالانجلي فيه كيهضر بزاف على لا بسيكولوجي فوالا جو بونس كو غادي ينفعك بزاف باش تفهم هاد لو برانسيپ هذا وهاد لو فينومين ديال لا بسيكولوجي دي فول. وإلا ما عندكش مع لونجلي كاين هاد الكتاب هذا بسيكولوجي دي غون تريدر اللي هو بالفرنسي وكيهضر على à peu près la même chose que هنايا. c'est juste que c'est un résumé ديال هاد الكتاب هذا وكيعطيك نفس المعلومات اللي كاينين في هاد الكتاب غير هو بالفرنسي. دونك فوالا دونك إلا جينا نشوفوا لي زوتي اللي كنستعملوا بالنسبة للاناليز تكنيك كاينين جوج ديال الأنواع. كاين لو تشارتيزم دونك كنشوفوا لي سيبور لي ريزيستانس كنشوفوا لي بوجي جابونيز ملي كيديروا لينا دي كونفيغوراسيون ولا كيتسموا دي باترن. هاد لي باترن هادو كيتعاودوا مع الوقت وديكو كنقولوا باللي إلا كانت الحاجة ديما كتعاود كنقولوا بلي راه كاينة beaucoup plus de probabilité أنها غادا تتحقق عاوتاني في المستقبل. و فوالا كنحاولوا نستعملوها باش نديروا واحد لا prédiction في الfutur. دونك la même chose بالنسبة لي زانديكاتور تكنيك. دونك لي زانديكاتور تكنيك سي ni plus ni moins le prix زايدين عليهم des formules mathématiques باش par exemple les moyennes mobiles c'est tout simplement le graphique ديال le prix وكنديروا ليها la moyenne وكتعطينا une moyenne mobile sur une période donnée. Donc pareil بالنسبة للRSI c'est des formules des calculs basés على le prix ديال شي actif. عندنا عاوتاني le MACD et cetera وعندنا l'indicateur فلوسمانيا اللي كيكومبيني بين les indicateurs techniques ou le chartisme où je pense qu'on a le meilleur des deux mondes. Donc voilà, donc إلا جينا نشوفوا دابا les avantages ديال l'analyse technique c'est بالنسبة ليا le plus important هو le timing. كيعطيك le bon timing إمتى تشري l'actif وإمتى تبيعو. وغادي نشوفوا في l'exemple ديال Novo Nordisk كيما شفتوا هنايا تاك 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 ها هو هنايا. هنايا عندنا لانديكاتور ديال فلوس مانيا. دونك لانديكاتور فلوس مانيا إلا جينا نشوفوا باغ اكزومبل إيسي في هاد لا بيريود عطانا واحد لو سينيال دو فونت ملي كيدوز حمر يعني راه ملي كيدوز من خضر للأحمر يعني راه كاين ان سينيال دو فونت. وفين عطاه لينا هنايا عطاه لينا تقريبا هنايا ومن هنايا حتى لهنايا لو بري هبط. دونك لانديكاتور تكنيك عطانا لانفورماسيون فين نخرجوا وعتقنا من هاد لابيس هادي كاملة هاد ناقص 78%. إلا جينا نشوفوا كاع من هنايا حتى لهنايا نقولوا ناقص 60% عتقنا من هاديك ناقص 60%. et ça c'est pas négligeable بالنسبة لان انفستيسور ان انفستيسور en bourse. دونك نجيو نشوفوا عاوتاني لوطر افونتاج هو لادابتابيليتي لكاع لي مارشي. كيما كتعرفوا كاينين دوطخ مارشي في لا بورصة ما كاينش غير لي زاكسيون كاين نوتامون لي ماتيير بروميير باغ اكزومبل لو بترول كاين الحديد النحاس الذهب الفضة
et cetera. كاينين les denrées rares par exemple الذرة، القمح، كاع هاد الشي هذا يقدروا نشريوه في البورصة. والanalyse technique كتأدابتا لكاع هاد les classes d'actifs. دونك نقدروا نستعملوا les mêmes outils باش تاناليزي les actions، les matières premières، les obligations et cetera. Donc l'autre avantage هو la gestion ديال le risque. كيما قلت لك في l'exemple ديال Novo Nordisk، l'indicateur فلوس مانيا عطانا exactement à quel moment خصنا نخرجوا من هذيك la position. وكوم سا كنجيريو لو ريسك ديالنا، عوض أننا نكونوا خاسرين ناقص 78%، غادي نكونوا خسرنا غير بين هذاك لو سومي وهذاك لو سينيال نكونوا خاسرين 10 15%، وغنكونوا عتقنا 50 ولا 60% ديال لا chute في هذيك l'action. Donc ça c'est un autre avantage. Donc l'intégration ديال la psychologie humaine، donc كما كتعرفوا راه هضرت عليها في البداية ديال هاد la deuxième partie. donc هنايا les prix كتعطيك des informations على la psychologie humaine، واش الناس داخلين في واحد la période de peur ولا واحد la période ديال la cupidité، وكتحاول تقارن le prix، المعلومة اللي كتعطيك le graphique مع داكشي اللي كيحس به les intervenants. وهاد الشي هذا كامل تقدر تلقاه في les réseaux sociaux، في التلفازة et cetera. نعطيكم l'exemple ديال le gold. ف درت عليها واحد لا فيديو، كنت قلتها publiquement في واحد لا فيديو، كنت قلت لكم في هاد لا فاز هادي كتسمى une phase mania. وبالنسبة ليا لو بري غادي وكييفولوي بواحد لا فيتاس كبيرة، وكيدير لينا هنايا واحد ليفولوسيون اللي هي بارابوليك. وقلت لكم بلي جينيرالمون علاش كاين هاد ليفي هذا، حيت بزاف ديال الناس بداو كيتاكسيتاو، بزاف ديال الناس كيقولوا وي سي فغي هادشي هذا غادي وكيطلع سي انتريسون، كلشي بدا كيشري. سوف كو سي سيني ديال واحد لو روتورنمون ماجور. وكنشوفوه بلي لو بري داز من هاد النيفو هذا حتى لهاد النيفو هذا، وخسرنا 54 فوار ميم 55% ديال ف في هاد لاكتيف هذا. عندنا هنايا لو سيلفر. و بارابور لو سينيال دو فونت اللي عندنا هنايا في لانديكاتور فلوس مانيا، دونك عتقنا دونك خسرنا 25% دونك من لو سينيال حتى لدابا 25%. وكما كتشوفوا هنايا لو سينيال داشا كنتعطى هنايا، ودرنا واحد الربح ديال 233%. دونك كون ما بعناش هنايا كون زدنا خاسرين encore plus بارابور لداكشي اللي كنا رابحين. دونك سي ça sert à ça l'analyse technique و surtout l'analyse ديال la psychologie ديال les intervenants. دونك دابا غادي نشوفوا les inconvénients ديال l'analyse technique. دونك l'inconvénient قُلتها في البداية سي ما كتعرفش la valeur réelle ديال l'actif. l'exemple ديال واحد الشجرة par exemple، هنايا عندنا واحد الشجرة اللي la tendance ديالها غادا وكتكبر وغادا وكتعطي des fruits. sauf que هادوك les fruits إلا جيتي تذوقهم، إلا جيتي تشوفهم كتلقاهم de mauvaise qualité. و alors que depuis l'extérieur كنشوفوا بلي راه الشجرة غادا وكتطلع. دونك la valeur ما كتكونش عارف لا فالور ديالها حتى كتاناليزي اكزاكتومون كدير اون اناليز فوندامونتال، كتلقى كاع باغ اكزومبل لو سي او باغي يخرج منها، هادشي كامل باغي يخرج من الشركه وباغي يدير فايت، الوغ كو هادشي كامل ما تقدرش تلقاه في بلاناليز تكنيك، ويقدر ديتيكتيه بلاناليز فوندامونتال. دونك لوتر انكونفينيون اللي هو لا سونسيبيليتي لي فو سينيو. بعض المرات كتلقى l'analyse technique كتعطيك ان سينيال داشا، ومن بعد كيكون ان فو سينيال. يعني كنهرسو باغ اكزومبل ان نيفو كنقولوا اوكي سي بون غادي نشريو هذيك لاكسيون، سوف كو من بعد كتكون ان كوريكسيون، ومن بعد كيخصك تخرج من لا بوزيسيون ديالك الا بغيتي ما تبقاش خاسر. دونك دابا غادي نشوفوا بالنسبة لاستراتيجي فلوس مانيا. دونك بالنسبة ليا أنايا لاستراتيجي فلوس مانيا كنكومبينيو لي دو مون، دونك لاناليز تكنيك و لاناليز فوندامونتال. دونك كيما شفتوا في البداية ديال الفيديو كنت وريكم واحد ليماج ديال الخضار والجزار. أنا بالنسبة ليا خصك تمشي عند الخضار وتاخد من عنده لو ميور ديال داكشي اللي عنده، وتمشي عند الجزار حتى هو تاخد من عنده أحسن اللحم أحسن كاليتي، ومن بعد تكومبيني لي دو باش دير ان ميور بلا، ومن بعد تستافد من les 2 من
الproduit ديال الجزار أو من الproduit ديال الخضار. دونك بالنسبة ليا كيفاش كنديروه، دونك la règle d'or ديال la stratégie فلوس مانيا هو أنني نستعمل l'analyse fondamentale باش نعزل أشناو هُما الشركات اللي مزيانين، أشناو هُما الشركات اللي عندهم مستقبل واللي يقدروا يبقاو شادين مع الوقت، ومن بعد كنستعمل l'analyse technique باش نعرف إمتى بالضبط غادي نشري الشركة. دابا غادي نشوفوا les étapes اللي كنتبعوا بالنسبة لا استراتيجي فلوس مانا. دونك أولًا كما قلنا كنشوفوا أشنا هُما أحسن شركات اللي كاينين، كنستعملوا l'analyse fondamentale. دونك هنايا كناخدوا الوقت وكناناليزيو les chiffres et cetera. كنشوفوا واش la croissance elle est saine، واش عندها un bon chiffre d'affaires اللي غادي وكيطلع، واش les bénéfices nets حتى هُما غاديين كيطلعوا ولا لا. كنشوفوا le secteur و le domaine اللي فيها الشركة واش عندها بزاف ديال les concurrents ياك ما les concurrents ديالها أحسن منها. دونك كاع هادشي هذا كنشوفوه بالanalyse fondamentale. من بعد كنديروا واحد la liste كنسميوها watch list اللي فيها هاد الشركات اللي potentiellement غادي نشريوهم. ça veut pas dire أننا غادي نشريوهم mais potentiellement إلا عندنا un bon signal d'achat باستعمال l'analyse technique يقدروا نشريوهم. دونك هنا فين كندوزو للمرحلة الثانية la détection ديال le bon timing. دونك شنو كنشدو هاد la liste وكنديروا ليها une surveillance، كنبقاو حاضينها وكنشوفوا les indicateurs ديالنا كنشوفوا إلا كانت عندنا واحد la tendance haussière وعندنا ان signal d'achat كنشريه، إلا دخلنا في واحد لا tendance baissière وعندنا ان signal de vente كنبيعوا الشركة. comme ça كنيفيتيو أننا نشريو une bonne action ولكن في le pire moment. donc c'est ça qu'il faut éviter. وهاد الشي هذا كامل كنستعملوه بالanalyse technique combiné مع l'analyse fondamentale. راه شفناها في l'exemple ديال Novo Nordisk. دونك إلا جينا نشوفو هنايا Novo Nordisk داخلة في واحد le bear market هنايا. les fondamentaux شفناهم كانوا مزيانين. OK. la valeur intrinsèque شفناها بلي OK c'est intéressant, c'est moins cher que la valeur intrinsèque, donc c'est une bonne affaire. par contre ما غاديش نشريو n'importe où، ما غاديش نجيو نشريو هنايا فين ما يبان لينا، فين ما تبان لينا une correction ها نقولوا c'est bon خصني نشري هنايا، ويبان لينا عاوتاني une correction هنايا نقول OK خصني نشري هنايا. نو غادي نتسنى vraiment un vrai retournement وتما فين غادي نشريو l'action. وهاد le retournement هذا راه شفناه هنايا مؤخرا. الشركة دازت هنايا إلا جيت تشوف l'indicateur ديالنا داز خضر، وهذا c'est un très bon signal d'achat بالنسبة هاد الشركة هادي ديال نوفو نورديسك. دونك فوالا هذا بالنسبة للإكزومبل. دونك إلا جينا نديرو ان ريزومي، دونك هنايا درت لكم واحد لو طابلو لي فريمون ديروا ليه ان سكرين شوت وعقلوا عليه غادي ينفعكم في المستقبل. دونك إلا جيتو درتو واحد لاناليز فوندامونتال ولقيتو واحد الشركة بوزيتيف دونك مزيانة، اوكي عندكم هاد لانفورماسيون سي تري بيان. من بعد كتجيو كديروا لاناليز تكنيك ديالكم كتشوفوا واش حنايا داخلين في واحد لا طوندونس اوسيا، واش عندنا ان سينيال داشا. إلا عندنا هاد لانفورماسيون حتى هي بوزيتيف دون سو كا لا ديسيزيون ديالي غادي نشري الشركة. دابا نشوفوا ليكزومبل الثاني، عندنا لي فوندامونتو مزيانين ولكن لاناليز تكنيك ما مزيانش، ما عندناش ان سينيال داشا. دونك بالنسبة ليا إلا كنت ديجا شاري غادي نبيع، وإلا ما كنتش شاري غادي نتسنى حتى يعطينا l'analyse technique تعطينا un signal d'achat. ensuite l'autre scénario اللي كيكون عندنا l'analyse fondamentale négatif، l'entreprise ما مزياناش par contre l'analyse technique عطيانا un signal d'achat. دونك هاد الحالة هادي بالنسبة ليا إلا كنت كندير l'investissement très très long terme ما غاديش نشري، ما غاديش نقيس l'entreprise، غادي نتسنى حتى يكونوا لي فوندامونتو حتى هما بوزيتيف. دونك نوليو في هاد لو كا هذا اللي كاين هنايا. باغ كونطخ إلا كانت عندي واحد لا كونفيكسيون كنقول بلي راه الشركة كون ميم كطلع وكدير لينا دو بيل بيرفورمانس، باغ كونطخ لي فوندامونتو ديالها عيانين، يقدر نشري ولكن غادي خصني نكون prudent. أوكي دونك نشري ولكن نحضي راسي، ولا ندير DCA يعني نبقى نشري غير شوية بشوية شوية بشوية حتى تولي عاوتاني لونتربريز فوندامونتالمون بوزيتيف. دونك هادي بالنسبة لي فوندامونتو. maintenant admettons كانت الشركة فوندامونتالمون مزيانة تكنيكمون مزيانة و tout d'un coup
ما بقاتش مزيانة fondamentalement ولات négatif. أشنو ندير في هاد الحالة هادي بالنسبة ليا؟ نalléger la position ديالي، ما ناخدش بزاف ديال le risque، نبيع واحد شوية ونتسنى peut-être les prochains résultats غادا تولي positif. و bien évidemment le dernier cas هذا راه باين إذا كانوا les fondamentaux ما مزيانينش techniquement ما مزيانش بالنسبة ليا ما نشريش، و إلا كنت déjà شاري نبيع الشركة. Voilà. Donc j'espère أن هاد الفيديو هادي عجباتكم، و j'espère que كلاريفينا في هاد الفيديو هادي la différence بين l'analyse fondamentale و l'analyse technique. وبالنسبة ليا كيما قلت لكم la règle d'or هو أنك تستعمل les 2، تستعمل l'analyse fondamentale باش تعرف شنو هما الشركات اللي نقدروا نشريو، ونستعملوا l'analyse technique باش نتايميو إمتى غادي نشريو. دونك فوالا، نتمنى ان هاد الفيديو هادي عجباتكم، ما تنسوش انكم تلايكيوها، بارطاجيوها، ونقول لكم على بروجين.